بمشاركة 83 دولة وأكثر من 2700 عارض، افتتح أكبر معرض زراعي دولي الذي يعد أكبر سوق لتسويق المنتج الزراعي من مختلف دول العالم، حيث تشارك مصر بجناح ضخم يضم 76 شركة زراعية منتجة ومصدرة للمنتج المصري المتميز. الاستراتيجية الزراعية لحد سنة 2030 بتركز على مضاعفة التصدير لحد سنة 2018، واللي أنا شفته اليوم في المعرض مبشر جدا، والناس العارضين فيه تقريبا أكثر من 77 عارض من مصر، من المزارعين ومن المصدرين، وده شيء متميز. احنا عندنا عائد بيجي من التصدير الطازج أكثر من 2.5 بليون دولار. محاربة الإرهاب يكون بالعمل والإنتاج ودفع اقتصاد مصر إلى الأمام، وهو ما أكد عليه السفير المصري محمد حجازي. احنا بنواجه الإرهاب بالإنتاج، بنواجه الإرهاب بالزراعة وبالنماء وبالخضرة، وشبابنا منتجي سينا النهاردة اللي معانا بيأكدوا ان هم مصرين يتواجدوا على الساحة الدولية من خلال الخضار والنماء والعطاء، وإن شاء الله مصر للأمام دايما طول ما فيها هذا التكاتف وهذا الكم من الحسن والجمال والإخلاص في العمل. وتنافس مصر بمنتجها الزراعي المتميز في السوق الألمانية، وتحتل مكانة متقدمة من حيث جودة الحاصلات الزراعية. Wir sind sehr froh, dass Ägypten wieder sehr groß hier bei der Fruit Logistica präsent ist. Schon seit vielen Jahren ist ja Ägypten sehr stark vertreten auf der Fruit Logistica mit sehr schönen Ständen und sehr vielen guten Produzenten. في الحقيقة معرض فروت لوجيستيكا بيعتبر هو المعرض الأساسي للحاصلات البستانية وخصوصا الخضر والفاكهة في العالم. المعرض ده بالنسبة لمصر من أهم المعارض. وكان وزير الزراعة المصري قد التقى ونظيره الألماني كريستيان شميت، حيث اتفق على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الزراعة. الصادرات الزراعية المصرية تعد مصدراً هاماً للدخل القومي وجذب العملة الأجنبية في ظل التحديات الراهنة والضروريات الملحة لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام، وهو ما يتبدى في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والمزمع عقده في مارس المقبل. إيمان البكري، التلفزيون المصري، بالليل. الصادرات الزراعية المصرية تعد مصدراً هاماً لدعم الاقتصاد المصري وجلب العملة الأجنبية في ظل التحديات الراهنة والمواجهات الحتمية لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام، وهذا ما يتبدى في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والمزمع عقده في مارس المقبل. إيمان البكري، قناة النيل.